السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كنتمنى تكونوا بأحوال طيبة. اليوم غادي نديرو وصفة ديال لحم رأس البقر، لحم الراس ديال البقري. العشاق ديالو بصراحة انا من العشاق ديالو، كيجي لذيذ وزوين. عندنا العطرية هنايا، عندي الخرقوم، عندي الزعفران، عندي السكينجبير، عندي ورقة سيدنا موسى، وعندي الكمون مطحون، وعندي الكمون حبوب، الحامض مصير. غادي نخضرو بالبطاطا والزيتون. عندي هنايا القزبر والمعدنوس، عندي هنايا البصلة الخضارية راني درتها معاكم في القناة. صافي اللحم ديالنا من بعد ما غسلناه ونقيناه مزيان، غادي نبداو دابا على بركة الله. اللي بغا يديرو في الطاجين يديرو، اللي بغا يستعملو، اللي بغا يديرو في الطاجين يديرو، اللي بغا يديرو في الكوكوط حتى هي، اللي بغا يديروه حتى مع الكسكس وتيجي رائع في الكسكس. عندي هنايا الثومه طحناها وديرها في المجمد، اللي عنده طريه يديرها. غادي نديرو في الكوكوط ديالنا، غادي نديرو لحم الراس، غنديرو معاه البصله، وغادي نديرو العطريه، وطبعا غادي نطيبو بزيت الزيتون، حيت كما كتعرفوا هو فيه الدهون. ما غاديش نستعمل الزيت العادي، غادي نستعمل زيت الزيتون. ها نتوما شفتوا راه غسلته ونقيته مزيان. غادي نستعملو كما قلت لكم البصل واللحم ديالنا بالعطريه، ونشحروه مزيان، عاد نضيفو ليه الماء ونطيبوه. كما كتعرفوا اللحم ديال الراس راه كياخد وقت، غادي نطيبوه المره الاولى حتى نلقاوه طاب. وملي غادي نلقاوه طاب في اخر لحظه غادي نضيفو الزيتون، وغادي نضيفو البطاطس. بغيتو ديروا الجلبانه والجزر حتى هي كيجي معاها رائع، كيجي لذيذ بزاف. غادي نديرو كلشي في الطنجره، وغادي نعطيو وقته في التشحار، نشحروه مزيان حتى يشرب العطريه مزيان، عاد نضيفو ليه الماء. كما قلت لكم اللي بغى يديرو في الكسكسو كيجي رائع، مع كيطلق داك المواد الدهنيه ديالو، كيجي في الكسكس لذيذ جدا. ولا بغيتو ديروه في الطاجين ما كنتوش زربانين، هو راه كياخد الوقت. ها هي الثومه، ملعقه صغيره ديال الثومه. الحامض مصير غادي ناخد اللب ديالو، الحامض مصير حتى هو البنات راني درتو معكم في القناه. البصله الخضاريه حتى هي درتها معكم في القناه، طحنتها ودرتها في سوبيرات وخزنتها. بصراحه كتجي لذيذه حتى هي. غنحيدو ليه اللب ديالو، وغادي نشحرو كما قلت لكم العناصر كلها، نعطيوها، نخليوه يتشحر مزيان حتى يشرب لينا العطريه. ومن بعد غادي نضيفو الخضره غادي نضيفوها في اخر مرحله. كما كتعرفوا البطاطا راها ديجا كطيب بالزربه، غير 10 دقائق راها كتكون واجده. راني وضعته فوق النار وغادي نخليه غادي يتشحر. ضفت زيت الزيتون، اللي ما بغاش يضيف زيت الزيتون يضيف الزيت العادي. صافي غادي نشحروه مزيان. كما قلت لكم ضروري ما ديروا الكمون حبوب. ملي كيطيب ملي كتجي تاكليه هذوك الكمون حبوب تيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. راني غادي نشحرو، غير التليفون ما كيبغيش ملي كتوصل ليه البخار والحراره ما كيصورش مزيان. غادي نقطع حتى يتشحر مزيان، وغادي نرجع معكم من بعد ما غادي نروي، وغادي نسدو ونخليه يطيب. ملي غادي نقلبو غادي نلقاه طاب. في اخر لحظه غادي نضيف معكم البطاطس والزيتون. طبعا من بعد ما سلقته ما غاديش نضيف الزيتون مباشره حيت تيكون مر بزاف. كنديرو فوق النار مع شويه سنيده حتى كتمشي ليه المروره. ها هو من بعد ما قلبته لقيته طاب، ضفت عليه الطماطم مصبره مطيشه الحك، كتعطيه في الاخير كيعطي واحد اللون لذيذ وكتعطي واحد التعليكه رائعه. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طاب كنقلبو، كنلقاه طاب. كما كتعرفوا راه كياخد وقت. صافي دابا غادي نصفي الزيتون وغادي نقطع البطاطا نضيفها في الاخير.
صافي غير غادي تصفر الكوكوط 10 دقايق. صافي غادي نزولها من على النار حيت اللحم عندي هو طاب. اللحم هو المهم. شوفوا المرقه كي تجي خاطره وكتجي معلكه لذيذه، حيت كما كتعرفوا لحم الراس كيطلق هذوك الدهون بحال الكرعين. لحم الراس بحال الكرعين حتى هو كيطلق داك الدهون ديالو، كيجي رائع وكيجي لذيذ. ها هو من بعد ما طاب المره الثانيه رجعته وقلبته. دابا المره الثالثه من بعد ما طاب صافي دابا غادي نضيف البطاطس من بعد ما قطعتها. كما قلت لكم بغيتو تضيفوا الجلبانه والجزر حتى هي كتجي رائعه ولذيذه، كتواتى بزاف. الجلبانه مع الجزر كتواتى بشكل رهيب. البطاطس والزيتون حتى هي كتواتى مع البطاطا والزيتون، كيجيو مذاقهم جميل بزاف. صافي دابا غادي نضيف هذيك الحامضه مصيره، اللبره درناه غير القشره ديالها، وغادي نضيفو الحار ونسدو عليه كما قلت لكم دابا 10 دقائق بالحساب، حيت كلشي عندنا طيب. البطاطا ما كتاخدش وقت بزاف. هانتوما شفتوا من بعد ما زولتها من النار ما ضفت لا ماء لا حتى شي حاجه، حيت البطاطا غطيب غير في ديك التعليكه. هانتوما شوفوا زولت البطاطا باش نستف اللحم ديالي. هانتوما شوفوا تبارك الله كتجي المرقه معلكه. وما نقولش لكم المذاق ديال الكمون ديال حناه صين كيعطيه واحد المذاق لذيذ. والكمون كيتواتى بزاف مع الكرعين وكيتواتى بزاف مع لحم الراس، يا لحم الراس الغنمي البقري، اي نوع ديال لحم الراس كيتواتى معاه الكمون حبوب. صافي كنقدموه في طبق التقديم وكنحطوا البطاطا في الجوانب. علاش انا زولتها؟ باش ملي نبداو نزولو في اللحم ما تتبغش لينا ديك البطاطا وتعجن ويجي فيها خص البطاطا تبقى محافظه على الشكل ديالها. كما كتعرفوا البطاطا حساسه، غير الا بدينا نقيسوها بحال هكا راه كتعجن. هذاك الشيء علاش زولتها وحطيتها في طبق بوحدو. ودابا كنحطها في الجوانب. هانتوما شفتوا لاصوص كتيجي ما نقولش لكم على الريحه. يا سلام كتجي الريحه والمذاق طبعا. هاد الطبق لعشاق لحم الراس ديال الغنمي. هانتوما شوفوا المرق كي تيتعلك. صافي كنحط الزيتون وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كما شفتوا ما كياخذش الوقت بزاف، ساهل ماهل، سهل وسريع. كنتمنى منكم اللي وصل معنا حتى الفيديو حتى لهنايا ما يبخلش علينا بابوني وبجيم. هانتوما شوفوا كي تيجي معلك لذيذ. الى هنا كنقول لكم مع السلامه.